مع مطالبات بركلة جزاء. حكم المباراة طالب بالاستمرارية، ما فيها مخالفة الكرة الماضية. ميشيل ديلغادو يقطع مشوار من الجهة اليسار. ميشيل ديلغادو مع الكرة، ديلغادو يلعبها واصلة إلى كاريو، وكاريو حول الكرة إلى فييتو. انطلاقة سريعة وقوية في المباراة. فييتو، عبد القدوس للتصدي. فييتو والكرة إلى ديلغادو. الهلال مبكرا في أول أوقات المباراة عاقب الوحدة على جرأته على مرمى العويس وسجل أول أهدافه في المباراة. الزعيم حتى بأنصاف الحلول يعرف طريق الشباك ويعرف كيف يفوز. الزعيم رغم الغيابات ورغم كل المشاكل والمآسي استغل الكرة، ارتد فيها ديلغادو أولا وختمها ديلغادو ثانيا. الهلال يتقدم بأول أهدافه في المباراة 1-0. شوف التسديدة من فييتو، عبد القدوس في التصدي والتلاعب من ديلغادو اللي بعدها تمكن من إعلان أسبقية الهلال في المباراة. الهلال يعاقب الوحدة على جرأته على مرمى العويس ويسجل أول أهدافه في المواجهة. 1-0 النتيجة للزعيم عبر ميشيل ديلغادو. الوحدة يبدأ مرة أخرى، كرة ثابتة للوحدة، الحكم يعطي الإذن في التنفيذ. المحاولة ملعوبة، الله! نعم، استفاد الوحدة من الكرة الثابتة ومن فرصة جاءت من بعيد بعد أن غاب الوحدة عن الحالة الهجومية طوال ثلث ساعة وأكثر من ثلث ساعة في شوط المباراة الأول. يستفيد من الكرة الثابتة ويعلن التعادل الآن في المباراة. شوف الكرة العرضية مع غياب للتغطية الدفاعية الهلالية. تمكن الوحدة عبر أوسكار دوارتي يضربها في المرمى. يعلن عن عودة فرسان مكة للمباراة. هدف لهدف، 1-1. الوحدة عاد عبر راسية مدافع أوسكار في مرمى العويس. الوحدة يعود هدف لهدف إلى انطلاقة هلالية. ميشيل لعب كرة في اليسار، فييتو يلعبها، عطاها لصاحب التركيز والسيطرة والثقة والدقة، كلها عناصر تشير إلى أن صاحب الهدف إيجالو الرجل الحكيم في منطقة الجزاء سجل الهدف الثاني. 2-1 يعلن تقدم الهلال من جديد. إيجالو بهدف ثاني، استغل إيجالو كرة عرضية رائعة من فييتو وسجلها في مرمى الوحدة ليعود الهلال للتقدم من جديد في المباراة. هذه الكرة السابقة اللي صار فيها طبعا توقف للعب، لكن هذه كرة الهدف الثاني. وشوف العرضية باتجاه إيجالو، الرجل الحكيم جاء في المكان السليم ووضعها بالشكل السليم وسجل للزعيم معلنا عن ثاني أهداف الهلال في مباراة الليلة. 2. الهلال يتقدم مجددا في المباراة، هذه المرة عبر إيجالو. 2-1 أصبحت النتيجة للهلال. إيجالو يسجل للهلال ثاني أهدافه في مباراة الليلة. الكرة اللعب في الوسط للهلال إلى الجهة اليمين، واصلة الوحدة من الطرف الأيمن، العرضية في منطقة الجزاء، الإبعاد من البليهي، كوير تأخر والعويس تصدى والوحدة يعود. انسلمو في مباراة رقم 100 بقميص الوحدة يحتفل بمرمى الهلال، يسجل ثاني هدف الوحدة قوي في مباراة الليلة. الوحدة يتمكن من العودة، الفرسان أقوياء في هذه المباراة، عادوا من جديد كما عادوا في شوط المباراة الأول، يعودون في شوط المباراة الثاني. أنسلمو شوف العرضية من جديد، الإبعاد من البلاي، كوير أخطأ في هذه الكرة. أنسلمو أقوى من كوير وأقوى من العويس في هذه اللقطة. أنسلمو سددها في المرة الأولى، تصدى العويس في المرة الأولى، واصل مشوار لشباك الهلال، أعلن عودة الفرسان بهدف التعادل في المباراة، وتعود المباراة ويعود السجال بين الوحدة والهلال، والمباراة يقرر بعد في أن يعطي اليد
تنفيذ الكرة الثابتة، يتحدث للجميع في منطقة الجزاء بأن الأمور تكون بالصفة القانونية. العرضية ملعوبة بالراس، جول! الزعيم قال كلمته، سعود عبد الحميد قال كلمته، تابعها أبعدها إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. الرمية الجانبية منفذة. اللحظات الحرجة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، الكرة للوحدة.